هذا الكوتش مو بس مجرم في التمرين، ما في رحمة بقلبه بس يمرن، بنفس الوقت بيحتال علي. في عندي يوم بالأسبوع الله وكيلكم فرطت اليوم. هذا الكوتش مو بس مجرم في التمرين، ما في رحمة بقلبه بس يمرن، بنفس الوقت بيحتال علي. أنا في عندي يوم بالأسبوع، شفتوا هذا بعض التمارين اللي ورجيتكم إياها هلا نزلتها، بس اعطوني رأيكم بالتطورات أهم شيء. في عندي يوم بالأسبوع هو اللي رفع اللياقة، هذا إنه بعمل فيه مجهود كتير كبير. هو ما بيخبرني أي يوم راح يكون، بروح على الجيم أنا بتفاجأ بقول لي يلا هون اليوم هون شغلنا. كتير هذا اليوم كتير صعب عن جد، بس مفيد، بيرفع مستوى دقات القلب كتير، نسبة الحرق بتكون جدا عالية. لك أهلا بالأمارات، أهلا يا سنود. أوكي. وبالنسبة لسنود كيف بدي خبرها لنوش؟ هلا هي هنا رح نعملها. عدوا هونيك يا ابني، عدوا هونيك يا ابني، أنا كأب في هذا المنزل. تحدد موعد العملية. بس شو بيعرفني، جاي على بالي اخذ الصبي واطلع بالبيت وقت بدنا نعمل له العمليه بدون ما اخبرها عن اليوم لننوش. برجع هيك فجأة تفيق بتلاقي سنود بالبيت. والله انسب حل للامهات، هيك لازم واحد يتعامل معكم، لانه قلبكم ما بيتحمل ولا حتى انا ما بتحمل. والله شوفوا هيك فايت وعم يتخدر وهيك، ما بعرف وين ماما. ماما فوق نايمه العزيمه مو عزيمه، يعني ما عندي عزيمه، بس الفكره انه يي خليني اطلع لفوق. بدك طولوا بالكم. طب ايه اطلعوا فوق انتوا احسن، شوي على الدرج بس. سلولي سندود افندي. ايه شايفك انا عم تمشي شوي شطور انت شطور. ايه روح يا ابني روح. بدي خبر بس ماما ناخذ ايباد. ايه بس في ماما بتاخذوا الايباد. ايه سنود هو داخل على العمليات، واحد بيعطيه الايباد بيقول عم يتسلى فيه، بتعطيه الايباد بينسى امه وابوه الولد اجمالا يعني، بتلاقيه فيه بكون اعطوه ابره التخدير. يا ويلي ننوش انا جيت حبيبتي، انا جيت. شو الوضع؟ قومي مشان بدي خبرك شيء. ما في شيء حبيبتي، ما في شيء. مسكت بطنه شو ما في شيء حبيبتي، مالي انت لا يعني اكيد ماني. بكره رح نروح نشوف دكتور التخدير، وبعد بكره تكون عمليه. هلا هي بتعرف انه يعني لازم هو على اساس انه قلنا الثلاثة او الاربعاء، عرفتوا؟ بس هو بكره رح نروح نشوف دكتور التخدير، وبعد بكره رح تكون عمليه سند، عمليه اللوزات بسيطه الحمد لله، ما في شيء اي حدا بيواجهها، بيشيلون هن كبار وهن صغار، ما عمليه خطيره، ناميات عمليتين يعني، لا لوزاته ولا شو حبيبي سلامتك على قولة جوزك فجأة هيك يفاجئك ويكون مثلا عازم حدا، فانت لازم يكون كل شيء جاهز عندك بنجهز مع بعض. انا وانتم اليوم عندنا عزيمة سريعة هي، يعني مو محسوبة هي. نبلش بالغراض. طيب لا تنام شوي، دخلوا الولاد تمام اطلعوا. يلا نبلش بالغراض. الله وكيلكم طلعت لنام شوي. بسم الله شو الصوت؟ لا هاي بالقلب هاي. طيب طلعت لنام شوي، دخلوا الولاد تمام اطلعوا بدي نام. رجعوا طلعوا. بدأنا بلشوا لي بغراض الفتوش دول كلياتهم، بلشوا فيهم ما تخلطون ها، الواحد لوحده. الباذنجان رح اشويه على الغاز، ما رح اشويه على بالفرن. على الغاز بيطلع اطيب، بالفرن بيطلع هيك كأنه مثل ما بعرف كيف بيطلع طعمه، بتحسه مثل مسلوق مانو انه مشوي. طلعي حب ضبي. يلا بطاطا ذرة بنعمل صحن فتوش، نقلي مقالي يلا يا ريتشارد جبت لي لبن غنم. المهم نمت نص ساعة بالضبط، يمكن بالضبط. يا ريت ما نمت، والله يا ريت اني ما نمت، وصرت ماني مرتاحة. لا حكيت مع الدكتور، قلت لها انت شو رجعت عم تجي وهيك، قالت لي هذا الشيء طبيعي يعني عادي، بس انه اذا زاد الألم
زيادة عن اللزوم، يعني إذا كتير وما عاد تتحملي لازم تروحي على الطوارئ. والله 3 أيام تركوا أجاني هذا التشنج ورجع اليوم كمان. هون 14 الحموي ما بياخد شغل كتير، يعني كتير سهل. مجرد ما نشوي الباذنجان اوكي نحط له لبن وطحينية وثوم، شو كمان كلهم، بس الباذنجان نقطعه على ايدنا، ناس بيضربوه بالخلاط ما بيطلع تمام، لازم يتقطع على الايد. ويلا نبلش نحط البطاطا نعمل دقيقة على الدقيقة. هذا كيك النواطي ضعيف يعني نار قوية خليها على هذا. طيب ماما جيت لحتى شويهم هنيك على الغاز، ما لا ليش بدك تلوتي الغاز هنيك؟ مو عندك غاز سفري؟ هذا كيك النواطي ضعيف يعني نار قوية خليها على هذا. طيب تغيير فقعت جيبي شو الغاز اسمه؟ السفري. الغاز السفري شوي عليه كله. هلا ريتشو انا قلت له ما يكتر اوكي، بس انا ما بحب لدرجة له يعني انه 4 حبات باذنجان ما بيعملوا شيء بصراحة، ما بيعملوا شيء ابدا. لازم هيك شكشك الباذنجان. انا بحب شوي على الغاز بصراحة او على الفحم لسه اكيد اطيب. ورجيكم الفكرة. مستنياكي، ما هي مستنياكي مزبوط، عم بستناكي. شوف كيف بدي اخبرها. هلا هي بتعرف انه يعني لازم هو على اساس. يلا ناطرك انا. مستنياكي، ما هي مستنياكي مزبوط، عم بستناكي. شوف كيف بدي اخبرها. هلا هي بتعرف انه يعني لازم هو على اساس انه قلنا الثلاثاء او الاربعاء، عرفتوا؟ بس هو بكره رح نروح نشوف دكتور التخدير، وبعد بكره رح تكون عمليه سند، عمليه اللوزات بسيطه الحمد لله، ما في شيء اي حدا بيواجهها، بيشيلون هن كبار وهن صغار، ما أنا عمليه خطيره، ناميات عمليتين يعني، لا لوزات ولا شو حبيبي سلامتك، على قولة امك، على قولة كل اهل الجزيره سلامتك. والله سلامتها مع البشر، الله يحمي اولادكم جميعا ويحمي كل حدا غالي على قلبكم. فمعك حق، خلص انا هلا صار لازم نخبرها ايمت تحدد موعد العمليه، ولازم بكره نجهز حالها لحتى ناخذ سنود مشان دكتور التخدير. ايوه الله يعطيكم العافيه. شو بداتوا بشوي الباذنجان؟ يا سلام هون خلينا نحط شوي على الغاز، بلا فرج يطلع هيك أطيب بالغاز. ايوه مثل المسلوق طيب. حلو. بكفي الباذنجان اللي جبته؟ طلبتي هلا؟ انت ما شيكتي على الاغراض بس اجوا؟ حبيبي أنا يعني نمتي؟ إيه. يلا منيح، معلش خلي ترتاح مو أنت مظبوط. ساعتين زي ما عقول. ايه ساعتين. الله يخلينا اياكي حماتي اللي هي حياتي، حماتي اللي انت حياتي. ايه والله ريحة الباذنجان المشوي غير شكل، لك حدا منكم يدفشني بقى، لك حدا يطلع لي لساني واحكي اوكي. اللحمة هيك منيحة بهي الخشنية؟ ايه لانه انا بعرف باللحمة الخشنة بس كأنه مدهنة. يا ساتر شو مدهنة. اي والله مدهنة. لك شلون بدك تظبطها بقى؟ خلصني اوكي. شو في عنا هون؟ ايوه بدي أخلص المعلومة الفتوش. طيب نادي زهرة. بما انه حماتي اللي هي حياتي هون. صحيح انت قلت لي انت شو بتخيل تقول لي في شيء بهالطريقه وبيجي عندك انت على التليفون. شفتي انا شو بدك؟ يلا تحمليني معلش، انتوا النساء يعني منيح، كتر الله خيركم تتحملونا. عن جد معك حق، عن جد ولازم تعصبي علي مزبوط، ولازم اليوم تنيميني، لازم تنيميني. عندك خيارين، يا في الصالة يا في السيارة،
واحد من اثنين، مزبوط حماتي اللي انت حياتي. ايش دخل النوم يا عم؟ شو ترجع تشنجات، ايه تكون عم تحكي تجي الغصة بترجع بتكفي. والله. عرفتوا مثل هي السيارة اللي بتبلش تنتع، بكون قرب يخلص بنزينها، بكون نسيان تعبيها بنزين. الله يعين، يلا الله يتمم حملة على خير يا رب. عاملين ماتشي، يا عيني عليكم يا عيني.